جاية لنخاطب إنسان لإنسان، ما أريد أفرض وصاية دينية عليك أبدا. أنت انخلقتي أجمل من الرجل، وهذه حقيقة أنت تدركيها وأنا أدرك. أنت انخلقت بواقع أجمل، أنا انخلقت بواقع أقبح. أنا يصيبني الصلع، أنت ما يصيبك. أنا تصيبني كثير من الأمور، أنت ما تصيبك. فهل من العدل والإنصاف، هل من العدل والإنصاف من قعدت تقولين أنا أريد أنزل للميادين العامة أدرس وأشتغل مثل الولد؟ قالتها لو ما قالتها؟ عجيب، قالتها لو ما قالتها؟ تمام. أنا قبلت هذا الشيء. أنا قلت المرأة هم نصف المجتمع، وأهلا وسهلا ومرحبا وتبا للعنصرية الذكورية. أنا رافض العنصرية الذكورية، هلا بيك، تعالي درسي وتعلمي واعملي وياي، بس مو صحيح تتبرجين وتجين تعملين وياي. ليش؟ لأن هذا الرجل بشر مو معصوم. يعني أنت بالأصل عندك نسبة جمال أزيد منه، وتجين متبرجة تزيدين هذا الجمال وتركزيه وتوضحيه. أريد أسألك سؤال بينك وبين الله، هذا الرجل راح ينشده لو ما راح ينشده؟ يفك حلقة لو ما يفك حلقة؟ يعوف شغله لو ما يعوف شغله؟ يعوف دراسته لو ما يعوف دراسته؟ بشرفك وانت شريفة. هل هذا إنصاف إنساني؟ هي وحدة من اثنين. لو تقولين أنا أريد أبرز أنوثتي، أقول لك مرحبا، اقعدي بالبيت. من يجي ابن الحلال اللي ياخذك تبرجي لبعضك. منصف هذا الكلام لو مو منصف؟ ها؟ يتلائم ويا طبيعة المرأة الإنسان الشرقية لو ما يتلائم؟